دلوقتي طبعا دي تجهيزات العيد. تمام. طبعا كل بيت بيجيب البسكوت والكحك والغريبة والحاجات دي. تعالوا نشوف بنجيب شيالة زي كده وبنبتدي نرص. ايوه، نبتدي بقى نرص كده طريقة عشوائية. شيرين في حاجه شخصيه وتقدر تفتحيها ان قالت لا مش فاتحه لكم حاجه. خلاص معلش. هي بتتكلم باسلوب جامعه هو ده. طبعا احنا بنشتري علب كده، بنشتري علب. تمام. بسكوت وكحك وغريبة وحاجات زي كده. ده الكلب بتاعنا بيهوهو. هي دي كل بيت وكل أسرة مصرية. دي طقوس العيد في مصر. معرفش بقى، كل واحدة تكتب لي في الكومنت كده هي من بلد ايه وبيعملوا ايه، نفس ما احنا بنعمل كده ولا بيعملوا اكتر من كده. طبعا انا عارفة المغرب عشان صحابي منها ما شاء الله عليهم عاملين زينا بالظبط في الطقوس والعادات والتقاليد. هنا بقى بنرص بنطلع الكحك كده زي ما انتم شايفين يا جماعة، من غير سكر. بنحطه على كرتونة زي ما انتم شايفين كده عشان نحط عليه السكر ونرصه في الشيال بتاعت الكحك. تمام. نديها كده رش سكر. طبعا الكحك بيجي مع السكر زي ما انتم شايفين كده. نعمل ايه بقى؟ مش بنعمل واحدة واحدة برضو، دي طريقة على اساس لو انتم مش واخدين بالكم. اهو بصوا، هي جايه مكسوره كده. بصوا بقى، تتحط في مصفى كده وبتوزعي الكعك كله بدل ما تقعدي تحطي في كيس واحده واحده. شفتوا؟ ونبتدي نرص كده في الشياله. هو طبعا كان فيها، بس احنا ايه، قلت لازم اقول لكم عاداتنا وتقاليدنا في تقديم الكعك والبسكوت. اهو نرصها كده. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تقولوا لي في التعليقات تعملوا ايه. ده الكعك وده البسكوت. تعالوا نشوف بقى دي المشتروات بتاعت لازم بسكوتات بشوكولاتة شوكولاتة غامقة وشوكولاتة بيضة. البسكوتات دي حلوة جدا لأي حد في التقديم. لازم الشيالة يبقى فيها كده. دي مشتروات. هنا طبعا ده توفي وحاجات. دي برضو دي حاجات مشكلة. دي بسكوتات برضو زي ما انتم شايفين اهي. حتى لو في عروسة انت ممكن تعملي لها نفس اللي احنا بنعمله ده. العروسة اللي هي لسه متجوزة لازم مامتها تروح تعمل لها الحاجات دي او هي تقعد ترص الحاجة دي وتقدمها بشياكة كده زي ما انتم شايفين كده، ديكور وتنظيف اهي. شايفين بقى المنظر العام.
تحسي فعلا بالعيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وفي حاجات تانية، بنحطها برضو مع الحاجات دي. ثواني. طبعا هنا ده طقم توزيع بنحط فيه اللي هو اللب والسوداني والترمس. طبعا من عاداتنا وتقاليدنا لازم الترمس زي ما انتم شايفين كده. دي كلها مقرمشات، ده سوداني شبه الترمس بالظبط. تمام. دي المقرمشات. ولو في لب احنا خلصناه، لو في لب اسمر، لب ابيض، جميع انواع اللب، سوداني. طبعا طقم التوزيع ده بيتحط فيه كده لضيوفك في العيد. دي مقرمشات. طبعا لو في بنوتة عروسة يا ريت تفهم ده وتجهز ده، حتى لو مش في العيد، للي بيجوا يباركوا لها. يعني لما تروحي مثلا سوبر ماركت او عند اي حلواني تشتري الحاجات دي، بتدي بهجة وفرحة في العيد. عشان بس احنا خلصنا اللب والسوداني بنحط مكانه بونبون كده. دي بقى شوكولاتات. دي شوكولاتات للناس اللي هي ايه بتشرب قهوة جنبها شوكولاتة. تمام كده. بكده بقى انا هختم الفيديو معاكم. طبعا احنا جهزنا ده مع بعض وجهزنا ده مع بعض. شفتوا المنظر العام. كل سنة وانتم طيبين وكل عيد سعيد عليكم يا رب. طبعا عيد فطر مبارك 2026. طبعا ده فيديو مصري. باي باي.